سيبك انتي ان الاتوبيسات هنا، او سيبك من الاتوبيسات هنا بتيجي كل نص ساعة، كل ربع ساعة، كل ساعة الا ربع، كل ساعة. هو الحقيقة يعني عشان ابقى صادقة معاكم، كل ما تجيله مزاجه سواق الاتوبيس، كل ما يجيله مزاجه ويطلع. هو مزاجه دلوقتي ان هو ما يطلعش ويقف ويركن على جنب وياخد له كوباية بيرة مشبرة. هيجيلك بعد ما يخلص كوبايه البيره المشبره او كوبايه الميه الساقعه المشبره. ملوش مزاج يطلع، مش هيطلع وانت قاعده متنشره. طبعا انا ببرطم هنا في الفيديو، كنت قاعده متنشره في درجه حراره 38 وتقريبا جالي ضربه شمس، فقاعده عماله برطم ابرطم ابرطم ابرطم. بس المهم في الاخر الاتوبيس هيجي. انا بقول لك ده ليه بقى يا ست الكل، ولا بقول لك ده ليه بقى يا سيد الكل؟ سيبك ان المواصلات هنا ملهاش مواعيد، المواصلات العامة هنا ملهاش مواعيد، بس دي اهم حاجة. وانت بتختار شقة المصيف هنا في اسبانيا، تختار الشقة جنب المواصلات العامة، جنب الاتوبيسات. لان انت مش هتقضي حياتك حضرتك في تاكسيات، دي مكلفة جدا جدا. فمهم جدا، وبما ان اسبانيا جبلية، يعني طبيعة اسبانيا جبلية على فكرة، يعني ساحل وجبل، فصعب جدا ان انت تاخد شقه فوق في الجبل. لان انا عملتها، يعني حصلت معايا قبل كده ان انا اخدت شقه فوق، كانت ارخص سنه من الاسعار اللي انا بدفعها دلوقتي، لكن انا دفعت اكتر من الفرق في المواصلات في تاكسيات، لان انا مش قادره انزل، وخصوصا كانوا الولاد صغيرين، فيعني هطلعهم جبل. طبعا هنا انت لازم تلم الفكه اللي في ايدك كلها، لان انت لو طلعت له 5 يورو او 10 يورو هيرميك بره، سواء هيرميك بره. ما فيش حاجه اسمها تدفع ب 20 يورو و10 يورو هنا، لا، لازم يبقى معاك فكه. دي برضه مشكله من المشاكل اللي هتقابلها، بس برضه لازم ناخد الشقه بتاعتنا جنب المحطه. قلت لكم ايه انا بقى؟ برضه كنا بنقول ايه؟ بنقول ان لو هتاخد شقه بعيد عن المواصلات او عن محطه الاتوبيس هتدفعها تاكسيات، هتدفع الفرق تاكسيات حتى لو كانت ارخص. فانا انصحكم ان انتوا تاخدوا الشقه زي ما انا واخداها. بقى افرجكم الموقع بتاع الشقه بتاعتي هنا جنب محطه الاتوبيس على طول، هيبقى اسهل، لان انت هتدفع الفرق تاكسيات يا بيه، وهتدفع فرق الفلوس. لو استرخصتي هتدفعها في التاكسيات، وخصوصا لو معاكي اطفال صغيرين مش هتقدري تطلعي جبل، وانت اصلا مش هتقدري في الحر. درجه الحراره هنا 38 و40. طبعا انا هنا عماله الم في الفكه برضو وببرطم، وواقفه تقريبا واقفه على بال ما البي يجي. بس هو هيجي، يعني هو في الاخر هيجي. ما احنا مش هنقضي حياتنا في الشارع، هو في الاخر هيبقى فيه اتوبيس وهيجي. مهم جدا ان انت تنزلي تبقي في وسط البلد، حاجه توصلك بوسط البلد. عايزه تجيبي بميتك، عايزه تجيبي خضارك، عايزه تجيبي اكلك، عايزه تخرجي بعد الظهر انت والولاد والفاموليا. وهي المواصلات العامه هنا رخيصه، رخيصه جدا. عشان كده يعني انا دايما بسال ليه رخيصه وما بتزيدش. قالك ما حدش عنده وقت، ما حدش عنده وقت. اختي يركب اتوبيسات ويضيع من حياته نص ساعه وساعه الا ربع مستني الاتوبيس، فكله بعربياته. فاحنا جايين هنا سياحه، فما فيش عربيات وما قدرناش نأجر عربيه. فبالنسبه لنا يبقى مهم جدا 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 ان انت تبقي جنب المواصلات. اهو جه، ادي الاتوبيس جه. شفت؟ مش انا قلت لكم هيجي؟ اصلا انت مش هتبيتي في الشارع، مش هيسيبوكي بايته في الشارع، مش هيسيبوكي بايته في الشارع. في الاخر هيجي وهتنزلي يا ست الكل، وهتجيبي خضارك وهتجيبي اكل وهتتفسحي بعد الظهر. والحياه حلوه، الحياه حلوه وسهله. سيبكم من البرطمه اللي انا كنت ببرطمها في الفيديو دي الصبح، بس الحياه جميله. وادينا رايحين نجيب الباميه اهو. انا بقى عايزه افرجكم على الشقه من جوه ومواصفاتها من جوه ومن بره. الاول هفرجكم من بره وهوريكم انا نايمه فين. يعني سيبوكم ان انا نايمه في البلكونه، وسيبوكم ان الشقه ما ينفعش اتنين يقفوا فيها في المطبخ. ابقى افرجكم، اعمل لكم فيديو جوه افرجكم. الشقه هي صغيره جدا، بس دي اهم حاجه ان هي تبقى جنب المواصلات العامه. انا مش عارفه ببرطم ايه، بقول ايه دلوقتي هنا في الاتوبيس، مش عارفه بتعارك مع السواق ولا ايه. بس في الاخر جه. تاني حاجه بقى يا ست الكل، تاني حاجه بعد المواصلات تاني حاجه بقى يا ست الكل، اهم حاجه في شقه المصيف
يا ست الكل، دي تاني اهم حاجه بعد المواصلات، اللي الشقه بتاعتك تبقى بفيو على البحر. احنا جايين عشان نصيف، عشان نصحى الصبح على المنظر الجميل ده. ما ينفعش ناخد شقه فوق وبعيد عن البحر وننزل مواصلات. ده بصوا، مهما كانت الشقه صغيره من جوه انا ما تفرقش معايا خالص، مهما كان ان انا بنام في البلكونه. ايوه البلكونه اللي قدامكم دي بننام في سريرين جوه. هبقى افتح لكم وافرجكم جوه ايه الاوضه شكلها ايه. هم مقفلين البلكونه، او يمكن انا نزلتها لكم في فيديو قبل كده. بس اهم حاجه، سيبك ان احنا مش عارفين نقف في المطبخ ومش عارفين نطبخ ومفيش حلل وما بينفعش اتنين يقفوا في المطبخ. يعني التلاجة تفتحيها ما بتقفلش تاني، لان هتشوفوا مهازل جوه. بس اهم حاجه عندي ان انا اصحى على المنظر الجميل ده. شايفين المنظر الجميل ده؟ او تقعدي بقى وانت راجعه من البسين او من البحر، تقعدي في البلكونه بتاعتك كده يا ست الكل، تشربي تاخدي قهوتك او الحاجه الساقعه بتاعتك وتتفرجي على المنظر ده. بديع. كل يوم الصبح كده اصحى الصبح اقول له يا اختي عليك وعلى جمالك وجمال امك. ده كفايه، ده بالنسبه لي انا كفايه في شقه المصيف. بصوا شايفين المنظر؟ انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان افرجكم على حاجات تانية. بصي بقى، بالذات المكان اللي انا بختاره او اللي بنزل فيه دايما هنا، يعني تحتي على طول محطه الاتوبيس، يعني بقى قريب من المواصلات العامه. البحر وراكي او قدامك، يعني ما فيش 10 متر كده تنزلي تلاقي البحر قدامك. حواليكي مطاعم كتير. عايزه مالكيش مزاج تطبخي النهارده، تنزلوا تتغدوا في اي مطعم. الصيدليه جنبك، السوبر ماركت جنبك، الاماكن السياحيه جنبك. 10 دقايق للمارينا، تتمشيها لحد المارينا. حتى لو انت هتدفعي اغلى شويه فانت هتوفري كتير، انت كده موفره كتير. لما تنزلي تلاقي البحر قدامك، بدل ما تاخدي مواصلات وتنزلي لحد البحر او تنزل لحد البحر. لو انت جايه انت واسرتك يعني وولادك وجوزك، فده بالنسبه لكم اسهل كتير. المواصلات برضو اهي، الاتوبيسات يعني مش دايما مشاوركم كلها تبقى بتاكسيات. ايه تاني؟ صيدليه، مطاعم، الاتوبيس جنبك، المارينا جنبك مش بعيد، او جنبيكم مش بعيد. فبصراحه تبقى دي هتبقى اوفر كتير لو خدتي حاجه ارخص. لو خدتي حاجه ارخص هتضطري تاخدي تاكسي من فوق. اسبانيا كلها جبال، يعني مش هتقدري تنزلي وتطلعي كده لوحدك. هتاخدي تاكسي بقى وتنزلي، والمواصلات مش متوفره، وهتبقى حاجه صعبه جدا جدا. وهو على فكره ده مش غالي، يعني المكان اللي انا فيه ده مقارنه، يعني انا اصحاب ولادي واخدين فوق في الجبل فوق تقريبا قريب من نفس السعر اللي احنا بندفعه. يعني بالنسبه لنا ده مش غالي. هي صحيح صغيره شويه، البيت صغير شويه، بس رحمنا من حاجات كتير قوي 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 قوي. انا وصلت اهو الدرما فتشيحي. بصي، زهقتوا يوم مش عايزين تنزلوا على البحر، اهو البسين، تنزلي انت والعيال على البسين. بصراحه هو مكان انا بحب المكان ده جدا، ومش غالي. يعني في حدود كام؟ في ابارتمنت او استوديو، هو بيبقى استوديو مش ابارتمنت، 120 150 حاجه كده يعني. بصوا المكان روعه. انا عايزه اقول لكم ان دي شقتين، شقه واحده وهم قسموها شقتين. والشقه اللي احنا واخدينها انا هفرجكم عليها جوه. حتى البلكونه استغلوها، قفلوها وحطوا فيها السراير. تقريبا احنا نايمين في البلكونه. استنى، قلبي ودقات وعمري. انا كنت حاسه بيكي. انتي نازله؟ مقفله كله لان مش عارفه انام انا من الدوشه بتاعت العربيات. فمقفله انا الستاير اللي فوق دي. بس تخيلي كده وانت قاعده على السرير وقاعده بتتفرجي على البحر والسردين وهو بيتشوي. والله دي كده بلكونه ومقفلينها، قفلوها عشان تبقى اوضه كده. دي اوضه
بكره بقى بفرجكم على بقيه الشقه اهي. اهو كده انا طالعه من البلكونه اللي هم عاملينها اوضه اهو. ادي دي يعني الشقه التانيه اللي كنت بنزل فيها كانت كل دي بلكونه. طبعا انا بكلم الست اللي انا باجر من عندها، قلت لها لا شوفي لي شقه تانيه للاجازه الجايه، هنشوف في المبنى التاني. قالت لي هي دي الوحيده اللي على البحر، وانا عارفاكي انت بتحبي على البحر، بس التانيه كنت تشوفي البسين كله او تشوفي البسين كله، والبحر كانت جميله ممتازه بصراحه. بصوا ايوه والله والله بنام في البلكونه اهو. اها اهو بقيه البلكونه اهي مقفلينها، بس المنظر ايه بقى يجنن. تخيلي كده وانتي قاعده نايمه وشامه ريحه البحر، دي كفايه، وريحه اليود. اوعى وشك. روحنا. عايزه ابقى اوريكم الشقه، افرجكم على الشقه. انا زي ما قلت لكم الشقه اللي احنا بنيجي فيها كل سنه اتباعت خلاص. غساله اطباق دي اللي كنت زعلانه عليها السنه اللي فاتت، فاحنا لقينا شقه تانية. الشقه التانية انا مش قادره اوريكم انا نايمه فين، لا ولا اوريكم. انا نايمه في البلكونه. ايوه في البلكونه. تخيلوا هم استغلوا البلكونه، المفروض ان كل دي كده بلكونه، كل دي كده بلكونه، راحوا هم مقفلين. بصوا قفلوا وحطوا سريرين صغيرين وعملوها اوضه كده، اوضه. مش هفرجكم ولا ما افرجكمش؟ تعالى افرجكم، تعالى افرجكم. بصوا دي بلكونه والله، دي كده البلكونه، بس حلوه. تخيلي كده انت تبقي نايمه وقاعده فاتحه بتتفرجي على البحر. استنى اوريكم البحر من هنا، شايفين؟ لا استنوا مش عارفه اقلب الكاميرا ازاي. استنوا بصوا استنوا. دلوقتي بقى لبسنا وتنتكنا ونخرج بقى الخروجه بتاعت بعد الظهر وبالليل، نخرج نتعشى بقى. انا ما عملتش حاجه، انا تقريبا ما عملتش حاجه من ساعه ما جيت، غير ان انا بخرج افطر وبعدين اخرج اتغدى وبعدين اخرج اتعشى. يعني انا ما عملتش حاجه طول الاجازه، وانام وارجع انام. بصوا المنظر حلو ازاي. لازم الصبح كل يوم كده اصحى الصبح اقول له يخشي عليك وعلى جمالك وجمال امك. حبيبي ده حبيبي، ما احبش في الدنيا الا هو. طلعت شمس ما طلعتش شمس، بتشتي ما بتشتيش، برضه بحبه وهفضل احبه. يخشي عليك وعلى جمالك وجمال امك. شفتوا المنظر جميل. بكره الصبح بقى، بكره الصبح مش النهارده، لان انا هرجع النهارده تعبانه. ابقى افرجكم على بقيه الشقه من جوه، افرجكم على الدنيا جوه عامله ازاي. انا قلت لكم الصبح، قلت لكم الاوضه دي اصلا بلكونه ومقفلينها عاملينها اوضه. بس كملي يا ناس يا اخواتي يا خلاسي. يلا بقى اسيبكم لا اسيبكم ايه، هاخدكم معايا واحنا رايحين نتعشى.